تيك توك البرنامج الأشهر عالميا والتطبيق اللي أكثر الناس يستخدمونه. ليش هذا البرنامج وصل إلى هذا المستوى من القذارة؟ أولا خلي شوية نحكي عن تاريخ التطبيق تيك توك، وشلون بدأ وشلون انتشر لهاي الناس وصار أكثر استخداما حول الناس، ومن أسس هاي البرنامج ومن الدولة اللي وراء هاي البرنامج. ب 2016 تم إطلاق لأول مرة برنامج يحمل اسم دايين من شركة صينية في الصين. كان فكرة هاي التطبيق حيل سهلة، انك تنزل اي مقطع اقل من دقيقة وتقدر تعلق عليه وتقدر تخلي لايك. وكان الفكرة الاساسية لهذا البرنامج انك تنزل اغاني اقل من دقيقة او تغني بيها كم كلمات من الاغاني. وانتشر هاي البرنامج بشكل واسع في الصين، وبدأ يتوسع في الدول الاخرى، وتغير اسمه الى ميوزيكلي، ومن ثم تغير اسمه ايضا الى تيك توك. ورغم نجاح كبير لهذا البرنامج لكن قذارته كان أكبر. تطبيق تيك توك واجه هواي من قضايا، منها قضايا أمنية، منها قضايا خصوصية، وأيضا قضايا سياسية. وإن تيك توك what the fuck، وإن التيك توك ينقل كل ملفاتك للوزارة الصينية للتجسس وهاي السوالف. وبسبب هاي الأمور تيك توك انحظر بهواي بلدان، ومنها كان هند وأيضا حتى الولايات الأمريكية المتحدة، ولكن كان مؤقتا، إلى أن تيك توك طلع باعتذار رسمي وقرار رسمي أيضا انه يقول بما ان انتم ما تثقون بنا فاحنا عندنا حل، والحل هي انه نخلي مركز لشركة تيك توك في كل بلد بها برنامج تيك توك. وانا صراحة لو مكان امريكا كان جريت لهم. المهم عوف هاي الشيء، لان هاي القضية تقريبا موجود بهواي من التطبيقات، يعني حتى انستا يواجه هالشيء وهواي تطبيقات يواجه هالشيء. ولكن خلينا نجي الى اللي الاخطر، اللي انا راح انزل هاي المقطع بسبب هالشيء. مصدر القلق الاكبر هو انه تيك توك يستخدم الفئة الاكبر هي فئة الاطفال وفئة الشباب. فالقضية اللي حاليا دا يواجه تيك توك هو انه دا يطلع بالمقترحات للاطفال اللي يستخدمون التيك توك، اطفال وشباب، يطلع لهم مقترحات مو لهم ولا لاي بشر اصلا. يعني شغلات تافهة، شغلات يا ريت لو تافهة، شغلات جنسية، شغلات اكبر من عمرهم. تخيل طفلك اللي عمره 8 سنوات 6 سنوات عنده تيك توك. وطبعا كل الاطفال هسه حاليا عندهم ايباد او موبايل، وكل الاطفال عندهم او يستخدمون برنامج تيك توك. نادرا ما تلقى اطفال ما عندهم، وهالشيء صراحة احترم ابائهم واقدر ابائهم على هالشيء، انه لا تنزل لهم تيك توك. يعني تخيل طفلك 6 سنوات يطلع له مقترح، يعني انا يا ريت لو اقدر اشوف لكم شنو اللي بده يطلع لهم، ولكن خلينا نسكت. صراحة أنا أقدر وأحترم الآباء والأمهات اللي مانعين التيك توك من أبنائهم وبناتهم، وأنا أحترم هالشي كلش. والأكثر احتراما طبعا اللي مانعين التيك توك من أطفال، يعني حتى من الأطفال، لأن حاليا مثل ما قلت لكم النسبة الكبيرة للمستخدمين تيك توك هو الأطفال والشباب. في الآباء والأمهات اللي مانعين تيك توك من أطفالهم صراحة أقدرهم واحترمهم. تخيل ان ابنك عمره 8 سنوات او 6 سنوات 7 سنوات يطلع له مقترحات بالتيك توك جنسية، عري، انتحار، ايذاء، دم، يعني شغلات ما يدخل العقل. يعني حتى الكبار مو لازم يشوفونها، فشلون بالاطفال؟ وخصوصا اذا هالشيء استمر، يعني يطلع لهم راح يتغير سلوك الطفل، راح يتغير سلوك الشاب، راح يتغير طبعهم، راح يصيرون حيوانات حرفيا، ما يفرقون بين هذا وهذا، ما يفرقون بين الحلال والحرام. فأبسط مثال راح نعطيه لكم، طلع لك مقطع يضحك، مقطع كوميدي عشوائي طلع قدامك، فأنت عندك فضول، إنسان عنده فضول، فدخل التعليقات على مود يشوف التعليقات أو يشوف يعني آراء الناس عن هاي المقطع، فيطلع له بحث، خانة بحث، هذا طبعا اضافوها قبل سنة. فلما تدخل على خانة البحث يطلع لك أو عفوا كتابات ما لها علاقة لا بالتعليقات ولا بالفيديو. زين ليش؟ شنو السبب؟ منو دا يخلي هاي البحث؟ تيك توك. هسه جاكم فضول شنو هو خانة البحث؟ خانة البحث راح يطلع لك او راح ينطيك فد بحث من التعليقات، من مكان التعليقات، راح يقول لك هاي البحث او هاي الكلمة كان اكثر استخداما في خانة التعليقات. وهالشي كذب، هالشي ماكو. لو تدخل التعليقات ما راح تلقى ولا واحد كاتب من هاي
اللي مكتوب فيه خانة البحث. واعتقد هسه 100% تتفقون وياي، واعتقد هواي من الناس طلع لهم هاي البحث اللي هو يعني اني دمرني حرفيا. يعني تخيلوا دا يطلع لي فيديو عبارة عن شيخ دا ينطي محاضرة دينية وطالع لي هاي البحث. فتيك توك واصل الى قمة النذالة، قمة القذارة. فاني نصيحتي لا تدخل تيك توك اذا انت ما مجبور، ولو انا ما اعتقد ولا واحد ينجبر انه يدخل تيك توك. ممكن مرات انه يريد يبحث عن موضوع معين فيلقاه بالتيك توك، لان بحث تيك توك هو يمكن اسهل او الاسرع. فاني انصح الكل انه يتركون تيك توك. ممكن واحد ينجبر يدخل تيك توك، شلون؟ ممكن يريد يبحث عن فد موضوع فيبحث، لان هو التيك توك الاسرع والاسهل انه ينطيك يعني الحل، او عفوا المقطع اللي انت تدور عليه. فالتيك توك هو الاسرع والاسهل قبل يطلعها قدامك. وهنا هو المشكلة الاكبر. اي شلون انت لما تروح على بحث في التيك توك، تروح تبحث عن موضوع انت تريد تدور عليه، خلينا نقول مقاطع ميسي، مثال هسه جاب عقلي حاليا، جاب عقلي فمثال. فانت دخلت على تيك توك تبحث عن مقاطع اديت ميسي، تدور اول 10 مقاطع ميسي، كله ميسي، اول 10 مقاطع في البحث. ورا 10 شنو راح يطلع لك تدري؟ لا احسن لك لا تدري، لا تعرف احسن لك. نصيحة من اخ لاخ، من اخ لاخت، نصيحة لا تعرف ولا تبحث مرة الاخ، ولا تنزل جو اكثر من بحثت. هسه خلينا نقول يابا ما اقتنعت بكلامي ورحت بحثت، لا تنزل اكثر. لقيت اول شفت لك اول 3 مقاطع، لا تنزل بعد. يعني اذا نزلت خلاص دخلت في اعماق تيك توك، دخلت في موقع ثاني مو تيك توك. طلعت من تيك توك، عارفين طلعت من تيك توك، دخلت لبرنامج ثاني. بس ممكن يجيني واحد ويقول لي انت مو تنزل مقاطع على تيك توك، انت مو تستخدم تيك توك. والله اخي شوف، لا استخدم تيك توك ولا شيء. انا بالاسبوع يمكن مرة مرتين ادخل تيك توك. صحيح التيك توك موجود يمي، وانزل مقاطع قصيرة لما انزلها بيوتيوب، انزلها انستغرام وتيك توك وبرامج غير، حتى فيسبوك انشرها. فانا لما انشر التيك توك مو يعني انا مسوي مقطع كامل ارتبه على مود انزل تيك توك، لا حبيبي لا. اصلا تيك توك هو اخر همي. صحيح انا بديت بتيك توك، بدايتي كانت بتيك توك، لكن هسه حاليا تيك توك مو برنامج على مود استخدمه. ممكن راح ادخله يمكن بالاسبوع مرة، لان هو ما راح ياثرني اذا استخدمته بالاسبوع مرة واحدة او مرتين، ما راح ياثرني. لكن اذا استمريت في استخدامه، لا راح ياثر بيك وراح يتغير كل شيء بحياتك. فالهدف من هاي المقطع هو انه تقللون من استخدام تيك توك، لان تيك توك بما انه مقاطع قصيرة ادمان. اذا تتذكرون قبل سنة لما نزلت مقطع قلت لكم مقاطع القصيرة ادمان، ما تقدر تتركها بسرعة. صحيح والشيء هسه انا الى الان مأثر بيه، ما تقدر تتركها بسرعة، لكن اترك تيك توك على الاقل. موجودة بالانستغرام، موجودة شورتس على يوتيوب، حتى اجت على فيسبوك. كل البرامج صارت تستخدم ميزة المقاطع القصيرة، فانت ما مجبور تستخدم تيك توك. فيب تقدر تعوف تيك توك وتستخدم انستغرام وغير برامج. يعني انستغرام ما اقول لك انستغرام ملاك، لا، لكن انستغرام شوية احسن من تيك توك، مو شوية، هواية احسن من تيك توك، هواية كلش هواية. فاللي اريد اوضحه انه شوية اتركوا تيك توك، حاولوا باليوم 5 دقائق فقط ادخلوا اذا انتم مدمنين يعني على تيك توك. اذا انتم ما مدمنين على تيك توك عوفوا تيك توك، هاي خلاص. فنصيحة الى اخ واخت والى ام واب يشوف هاي المقطع، حاول حاليا هسه انت مو قاعد تشوف المقطع، روح قوم من مكانك وروح امسح تطبيقات تيك توك، عفوا تطبيق تيك توك من اجهزة اطفالكم. فالمقصد هو ان تمسحون تطبيق تيك توك من برامج اطفالكم، وانتم حاولوا تبتعدون عنه شوية وحاولوا تتركونه وتمسحونه. فأتمنى وصلكم الهدف من المقطع والرسالة الواضحة اللي حكيتها بهاي المقطع، وشكرا لكم. وصلتوني حاليا 2400 مشترك تقريبا او اكثر او اقل، ما ادري صراحة، لكن بهاي الحدود. قبل هاي المقطع نزلت مقطع، يعني اخر مقطع بقناتي كانت ب 2023 يمكن، يعني قبل سنة.
او سنتين ما ادري بالضبط، لكن حياة طولت. ف وقتها كان مشتركيني 400 مشترك فقط، 400 مشترك، حتى 1000 ما كنت واصل. يعني تخيل بين مقطع ومقطع اكو فرق 2000 مشترك. فهاي يعني انجاز اشوفها بالضبط، يعني انجاز ممكن. فالمهم شكرا لكم، وشكرا على دعمكم، واتمنى تنشرون هاي المقطع وتدزونها لاخوانكم لاصدقائكم. بس لقيت كان المقطع، واكتبوا لي بالتعليقات شنو اللي المقاطع اللي عفوا شنو هو المواضيع اللي تريدون احكي بيها. اكتبوا لي بالتعليقات، انا اقرا كل التعليقات. والسلام عليكم.